بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أخواني في الحلقة 49 من شرح أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تخريج الإمامين بخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. والحديث 49 يقول: عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. متفق عليه. العناوين مقترحة لهذا الحديث: حكم أكل السباع، المحرمات من المأكولات. راوي الحديث هو أبو ثعلبة الخشني أو جرثوم بن ناشب، صحابي جليل شهد صلح الحديبية وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، وضرب له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسهم يوم غزوة خيبر، وشارك في غزوة حنين، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا ونزل الشام، وهو مشهور بكنيته. توفي سنة 75 للهجرة رضي الله عنه. الكلمات الغريبة لهذا الحديث: كل ذي ناب، الحيوانات والطيور المفترسة. أبرز القيم لهذا الحديث قيمة الحرص على أكل الحلال واجتناب الحرام. الأساليب النبوية لهذا الحديث: أسلوب الإطلاق والتعميم للمحرمات ضمن الصفات المشتركة. الشرح المختصر لهذا الحديث: أباح لنا الإسلام كل شيء إلا ما جاء التحريم به محدودا، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فأما الواجب الالتزام، وفي الحلال المباح ما يغني عن الحرام الممنوع. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري: واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب، فقيل أنه ما يتقوى به ويصول على غيره، ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا، كالأسد والفهد والصقر والعقاب. وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا. وإلى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما. وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها. وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه، ولكن سنده ضعيف، والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم في الدرس القادم بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.